كل مدينة وراها فكرة، لكن مش كل فكرة ينفع تتحول تبقى مدينة. النهاردة واحنا بنشوف اللونش بتاع جريان نيشنز اوف سكاي بنتكلم عن دايركشن هيعيد تعريف معنى التطوير العمراني في مصر. وانا عارف انا بقول لك ليه التطوير العمراني وليس التطوير العقاري. في زمن السرعة اللي بيبني النهاردة لازم يفكر ابعد شوية عن الطوب والخرسانة، يفكر ازاي يعمل تجربة حياة بتجمع ما بين الجمال والراحة والوعي البيئي. جريان معمول بفكر بيحترم المكان. 90% من الوحدات شايفة النيل مش علشان المنظر لكن عشان المعنى، لأن النيل مش مجرد مية، النيل عند المصريين هو الحياة. كل تفصيلة هنا معمولة عشان تخلي الإنسان يعيش معاها بانسجام، لأن جريان نيشنز اوف سكاي مدينة فيها كل حاجة ممكن تتخيلها: جزر سكنية، مراسي، خوت، منطقة للترفيه والخدمات، وأبراج هي الأعلى في أفريقيا. بس اللي بيميز جريان مش الحجم، اللي بيميز جريان الفكرة، فكرة أول مدينة بيئية مستدامة في مصر، مدينة بتتولد في قلب النيل وبتتوافق تماما مع الدايركشن ورؤية مصر 2030. جريان نيشنز اوف سكاي هو مشروع أكبر بكتير جدا من التطوير العمراني. دي تجربة بتجمع بين الفخامة والفكر، بين الاستثمار والحياة، لأن في النهاية لما العمران يبقى وعي يبقى جريان نيشنز اوف سكاي وبس كده.